السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله وأتمنى تكونوا جميعا بخير، وأسعد الله صباحكم ومساءكم ودنيتكم كلها. أهم حاجة بقى مع بداية الفيديو ده، عشان الفيديو ده بجد يستاهل لايك شير سبسكرايب للقناة، وبجد بجد فيدوا غيركم زي ما أنا استفدت وهفيدكم. اللي معايا النهاردة فيديو حلو جدا، توفير التوفير لكل ست بيت. يمكن ما هواش جديد او يمكن تكوني شفتيه، لكن بجد انا بنقلك التجربه بتاعتي حرفيا. انا كنت بستخدم بريل او اوكسي. طبعا في ظل غلاء الاسعار وصل ثمنه اللترين ونص تقريبا 76 جنيه. دي اخر مره اشتريته. انا ما لقيتش الكيس فاشتريت دلوقتي لقيته ب 76 جنيه. هنا بوريكم الصابون ده هو المحتوى اللي موجود جوه الكيس، يعني اللي موجود جوه الازازه ده او الجردل ده مش بريل، ده المسحوق اللي انا جبته وخففته او جبته خلطته ببعض، فعطالي نتيجه ممتازه جدا جدا جدا. بوريكم هنا بقى ايدي وبقول لكم ان بعد استخدام فتره طويله جدا، وخصوصا ان الفيديو ده متصور من زمان قوي قوي قوي، الحمد لله ايدي ناعمه كويسه، ضوافري مش متقصفه ولا متقطمه، مفيش الجلد الناشف ولا كده، يعني كاني بستخدم بريل او اوكسي. لاني جربت مره جبت من السائل وطبعا ايدي اتدمرت، اتفتحت من كل حته واتعورت. بوريكم الرهوه بتاعته، ناعم جدا على الايد، بينظف جدا جدا جدا. بستخدمه في تنظيف التواليت، استخدمته في غسيل السجاد، وكمان بستخدمه في المطبخ في التنظيف وفي الاطباق وفي كل الحاجات اللي انتوا عارفينها. ونبدا ونقول وتعالوا نشوف مع بعض ايه هي محتويات الكيس بتاعتي. فعلا توفير التوفير، لو بتهمي وعايزه توفري تعالي واستخدمي الكيس ده. الكيس ده اسمه ايزي كلين، وفي منه لونين، لون اخضر ولون اصفر، والاتنين بالليمون مع اختلاف الالوان فقط لا غير. ولكن الاصفر للامانه حسيت ان الجريسلين بتاعه كان اعلى، يعني نعومه الايد كانت احسن، مفيش تعوير، مفيش جلد ناشف، مفيش الكلام ده خالص. التعليمات اللي موجوده على الكيس او ايه هو محتويات الكيس. الكيس فيه عباره جوه عن عبوتين او كيسين تانيين، واحد فيه بودر اللي هو بيكون اللون، والتاني بيكون فيه الجل او السائل او الصابون والجريسلين. كده قلنا محتويات الكيس. الكيس ده من التعليمات بتاعته بيتحلل بيوصل ل 8 لتر، ولكن انا عشان عايزاه يكون خام قوي، يكون خام جدا، استخدمت 6 لتر فقط اول عن اخر. ولكن لهم طريقه لاستخدامهم، بيقولك في البدايه دوبي محتويات الكيس في 5 لتر بس، وبعدين خففي زي ما انت عايزه. انا عملت كده، ضفت 5 لتر من الميه، وبعدين نزلت بالباودر بتاعي، فضلت اقلب فيه كتير جدا جدا لحد ما داب واختفى. ودي التعليمات اللي مكتوبه في ظهر الكيس. وبعدين نزلت بالسائل او الجل بتاعي ده، وبرده تفضلي تدوبي فيه كتير جدا، لان كل ما بتقلبي كل ما بيمتزج ببعضه وبيتقل جدا جدا. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. هنا بقى فضيت الجل ورحت اغسل ايدي، ومبدئيا من كتر الجريسلين اللي موجود جواه ايدي ناعمه رهيبه، كانك حاطه لها مرطب وعامله لها سكراب وحاجات كده. هنا بقى فضلت اقلب كتير جدا جدا. طبعا يمكن الكاميرا ظالمه اللون بجد، يعني اللون بتاع البلاستيك اخضر وهو لون الصابون اصفر، مع ضوء الكاميرا ظالم اللون بتاع الصابون، هو مصفر غامق كده، عارفين لون العسل النحل. وكمان انا لما حطيت 5 لتر بس هو كان في قوام العسل، يعني كان تقيل جدا، وكل ما بيقعد بتلاقيه تقل زياده. الرغوه دي ما تقلقيش منها، من ضمن التعليمات انك لازم تسيبيه لمده 6 ساعات بعد ما تخلطيه ببعض. هنا بعد ما قلبته كويس جدا ضفت لتر كمان من الميه. انت تقدري تستخدمي 8 لتر. طب فين التوفير هنا؟ الكيس ده سعره 30 جنيه بس فقط لا غير، يعني لو عملتي 6 لتر هيقف عليكي الكيس ب5 جنيه، اللتر الصابون ب5 جنيه. ولو وصلتيه ل8 لتر تقريبا كيس اللتر الصابون هياخد من 3.5 ل4 جنيه. يبقى كده وفرتي، وكمان استخدمتي حاجة كويسة جدا فيها جريسلين، ما اذيتيش ايدك. يعني عملتي 6 لتر بأقل من سعر 2 لتر ونص من الصابون اللي بالكم فيه. هنا وريتكم الكيس اهو، وضحته لكم. ايزي كلين من احسن الانواع اللي استخدمتها، ويليه نوع اسمه بهجه. وللنصيحه اي نوع تاني ما تفكريش تستخدميه، لانه بدا ان هو يعني يختلط ويبقى مش كويس. فهم دول النوعين اللي هم كويسين جدا. هنا بقى بعد ما سبت الصابون لتاني يوم، انا عملته بالليل وسبته لحد تاني يوم الصبح. القوام قدامكم، لونه شكله
بيلمع جدا، نضيف جدا، حلو جدا للايد، بينضف، بيلمع الاحواض الاستانلس، البوتاجاز، بيخلي الكوبايات بتبرق بجد. وقلت لكم اني استخدمته في السجاد. قصه الفيديو ده بقى، الفيديو ده تقريبا متصور من الشتاء، من بدايه الشتاء، يعني تقريبا من شهر 11 او 12 اللي فات. ولكن كل مره يحصل ظروف بعد ما اسجل وامنتج يختلف الامر وما يحصلش نصيب بننزل لكم. وانا مبسوطه جدا اني ربنا اراد والفيديو هينزل خلاص. بجد استخدموه، حلو جدا وموفر جدا جدا. لو بتستهلكي صابون كتير قوي ده هيبقى معاكي تمام التمام جدا، يعني الشهر كله ب30 جنيه، افضل ما كنا بنشتري 2 الواحد ب76 جنيه على الشهر. كتير طبعا في ظل الغلاء اللي احنا فيه. الكمية قدامكم حلوة جدا، وادي كيس اهو علشان تكونوا عارفينه كويس. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. بجد الفيديو يستحق لايك وشير وسبسكرايب بقى للقناة. وبحبكم في الله. الكيس بوريهولكوا تاني، اي كيس هتشتريه هتلاقي الخطوات مكتوبة عليه، اتبعي الخطوات اللي مكتوبة. ولكن نصيحة برضو، نصيحتي بقللي كمية المية. واتمنى الفيديو يكون